القصر كان ساكت، ساكت بطريقة تخوف. الملكة ياسمين كانت واقفة قدام المراية القديمة، بطنها منفوخة بالحمل، بس وشها شاحب وعينيها فيها خوف غريب، وظهر فيها وش مش وشها، وش شيطان بيبصلها وبيبتسم. صوت تقيل خرج من جوه المراية وقال: الساعة قربت، ابني هيجي. الملكة وقعت على ركابها، والشموع حوالينها طفت لوحدها. الريح زادت، والصراخ بدأ يطلع من بطنها، مش صراخها لأ، صراخ طفل بيتولد وبيضحك ضحكة مرعبة شيطانية. بعد اللي حصل قدام المراية، الملكة ياسمين بدأت تسمع همسات كل ليلة، همسات من غير مصدر، وكأن في حد بيتكلم. بتصحى مفزوعة، بتلاقي الدم نازل من الحيطان. الليلة دي وهي نايمة على السرير الملكي، فتحت عينيها فجأة، لقت طفل صغير واقف عند طرف السرير، عريان وعينيه سودة تماما، بيبصلها وما بيرمش. صرخت، بس الصوت متلعش. الطفل قال بصوت راجل كبير: أنا جيت يا أمي. الشباك اتفتح، والرياح دخلت تعصف بالأوضة، والشموع ولعت من غير نار. القصر نفسه بدأ يتهز. تاني يوم الصبح، الخدم لقوا الملكة ياسمين قاعدة على الأرض في أوضتها، وشها متغطي بالدم، وعينيها بتتحرك بسرعة كأنها بتشوف كوابيس وهي صاحية. الملك مش موجود، اختفى من القصر. لما الحراس فتشوا القاعة الكبرى، لقوا آثار جر على الأرض، كأن حد اتسحب وهو بيقاوم. وكان في نقش غريب على الحيطة، رمز شيطاني مكتوب بدم. الملكة مسكت وشها وصرخت: هو خده، ابني خده. بس ابنها كان واقف وراها، مبتسم وماسك في ايده تاج الملك متغطي بدم ابوه. الظاهر إن الجن خطفوا الملك لتعيين الطفل مكانه ويكون وريث العرش، وعرفوا يقنعوا الملكة. القصر بقى مليان صمت غريب، الخدم بيهربوا، الحراس بيرفضوا يدخلوا أوضة الملكة. في نص الليل، ياسمين سمعت صوت خطوات جاية من الممر، خطوات تقيلة ومش ماشية على رجلين بشر. قامت بسرعة، فتحت الباب، لقت الأرض مبلولة دم، وجثة واحد من الحراس متعلق من السقف، عينيه متشالة ولسانه مقطوع. وفوق الجثة مكتوب على الحيطة بدمه: الملك الجديد وصل. الأمير مالك واقف بعيد، عينيه سودة بتلمع، بيبتسم ابتسامة شيطانية، وقلب همس: أنا وريث العرش يا ماما. بعد اللي حصل، ياسمين قررت تهرب من القصر. لبست بسرعة وخدت الأمير مالك في حضنها، وخرجت من أوضتها ماشية في الممرات المظلمة. فجأة كل الشموع اللي بتنور الطريق طفت لوحدها، ظلام دامس. صوت همسات حواليها: ارجعي، مش هتقدري تهربي. لما ولعت شمعة بإيدها المرتعشة، لقت الممر مليان خدام من غير عيون، واقفين صفين بيبصوا ناحيتها، والدم نازل من وشهم. بصت على ابنها، لقت عينيه بقت كلها سواد، وضحك ضحكة شيطان وقال: انت فاكرة انك بتاخديني معاكي؟ الملكة ياسمين جريت ناحية باب القصر الرئيسي، بتحاول تفتحه، بس الباب كان تقيل كأنه وراه جبل. صوت ابنها وراها: ليه مستعجلة يا ماما؟ اللعبة لسه ما خلصتش. لفت، لقت الأمير مالك ابنها واقف لوحده، عينيه سودة سودة كأنها حفرة بتسحبك جواها، وإيديه فيها نار سودة. الأرض تحت رجليها اتشقت، وطلعت منها إيدين سودة بتمسك رجليها وبتسحبها لتحت. حاولت تصرخ، بس صوتها اتحبس جوه صدرها. ومالك قال بهدوء: كل ما تهربي بترجعي أكتر. الملكة ياسمين فقدت الوعي لحظة، وصحيت تاني وهي على سريرها، بس الأوضة كانت مختلفة، الحيطان متشققة واللوحات بتنزف دم. قامت بسرعة، لقت ابنها واقف جنب الشباك، بصلها وقال: العرش مستنيني، وانتي لازم تختفي. لما حاولت تقرب منه،
كل المرايات اللي في الأوضة اتكسرت مرة واحدة، والزجاج طار في الهوا وفضل يلف حواليها. في كل مراية كانت شايفة نفسها ميتة بشكل مختلف. قربت من واحدة، لقت نفسها مربوطة وبتتحرق بالنار. صرخت: ده مش حقيقي! الأمير مالك قال: دي مش مرايات، دي نبوءات. صوت خطوات تقيلة كان جاية من طرقة مظلمة جنب أوضة الملكة. ياسمين فتحت الباب، لقت الحراس واقفين بس متجمدين في مكانهم، عيونهم مقلوبة وبقهم مفتوح كأنهم ماتوا من رعب. الأرض كان عليها رموز شيطانية مكتوبة بالدم، والنار بتطلع من الشقوق. فجأة ظهر ظل ضخم وراها، نفس شكل مالك بس بعين واحدة حمرة في نص وشه. سمعته بيقول بصوت مش صوته: أنا مش ابنك، أنا البوابة. الدنيا لفت بيها، والحيطان بدأت تصرخ بصوت أطفال بيعيطوا. الملكة جريت ناحية مكتبة القصر تدور على أي كتاب يشرح اللي بيحصل. لما فتحت كتاب قديم ومغبر، لقت جواه رسمة لطفل بنفس شكل مالك، بعين حمرة ووشه مشوه، وتحته مكتوب: ابن العرش الملعون. فجأة كل الكتب وقعت من الرفوف، والحيطان اتفتحت وطلعت منها ايدين سودة بتتحرك. الكتاب اتحرق في ايديها، وطلع منه صوت بيقول: مفيش مفر، هو خلاص استدعى. ياسمين وقعت على الأرض وبدأت تتشنج، وجواها بتفتكر الليلة اللي كانت بتحلم فيها بالحمل. كانت ليلة فيها تعاويذ ونار، مش حب. لما افتكرت الحلم عرفت إنها حامل، والسبب في حملها روح من عالم تاني مش من زوجها الملك. ورغم من ذلك هي متمسكة بمالك ابنها، وهو أصلاً جن. بعد ما الكتاب اتحرق، الملكة ياسمين بصت على الحيطة، لقت الدم نازل منها وبيكتب لوحده: العرش لابن الجحيم. صوت صراخ أطفال بيطلع من تحت الأرض، وصوت خطوات مالك داخل المكتبة. لما دخل، عينيه كانت سودة بالكامل، جسمه بيطلع منه دخان أسود وكأنه مش بني آدم. قال بصوت غريب: انت السبب وانت الضحية. الحيطان بدأت تتشقق أكتر، وظهر ورا ياسمين مراية ضخمة بتعكس صورة مالك، بس صورته في المراية كانت على شكل شيطان ليه قرون طويلة. الملكة صرخت وهي بتقع مش مصدقة اللي بيحصل. المراية بدأت تتهز، والزجاج اتشق نصين، وخرج منها كيان مرعب طويل، جسمه شبه الفحم المشتعل، وصوته زي السكاكين وهي بتتسن. مالك ابتسم وقال: ده أبويا الحقيقي، شيطان العرش. الكيان بص لياسمين وقال بصوت مجروح: كنتي مجرد وعاء، واللي جوه بقى ملكنا. فجأة القصر كله بدأ يهتز، الأبواب بتتفتح لوحدها، وكل الخدام بيصرخوا ويجروا، بس مفيش مخرج. ياسمين حاولت تهرب، بس الأرض اتفتحت تحت رجليها، وخرجت منها سلاسل حديد مسنونة ولفت حوالين جسمها. ومالك واقف بيضحك، وكل وشه بقى نار. بعد ما السلاسل ربطت ياسمين، الأرض اتشققت أكتر، وفتحت سرداب سري تحت المكتبة، ونزلت فيه لوحدها بالعافية. الضلمة كانت سودة تماما، بس الجدران بتلمع بنقوش غريبة مرسومة بدم قديم ناشف. فجأة نور أخضر خافت طلع من تمثال شيطان ضخم بنص وش بشري ونص وش حيوان. ياسمين قربت وسمعت صوت ست بتعيط وبتقول: انتي زيي، استخدمونا. من الحيطة طلع وش ست تانية من القرن السادس، لبسها ملكي قديم وعينيها سودة تماما، وقالت لياسمين: ابنك هو بداية النهاية، الهلاك جاي. السقف بدأ ينزل وهي مش قادرة تتحرك. في عز الليل مالك واقف لوحده وسط صحراء سودة، قدامه معبد حجري قديم مدفون نصه في الرمل. القمر مكتمل، والدخان طالع من فتحة باب المعبد. دخل بخطوات هادية،
وساعتها سمع صوت بيهمس باسمه: مالك ابن الهلاك اقترب. جوه المعبد رسومات على الحيطان بتتحرك، بتجسد ملوك بيذبحوا ولادهم. على الأرض في دايرة دم كبيرة، وجواها خنجر أسود متحول لنار. مالك قرب وحط إيده عليه، والنار دخلت في جسمه، عينيه ولعت وصوته بقى شيطاني: أنا وارث اللعنة، وأول الدم هيبدأ من هنا. مالك واقف قدام باب حديد ضخم مصدي تحت القصر. الباب بيتفتح لوحده ويطلع صوت صرير عالي يخبط في دماغه. السلم بينزل لتحت زي بير ملوش آخر، والحجارة مبلولة وريحة الدم مالية المكان. نزل لحد ما وصل لحبس قديم. جوه الزنزانة في طفل صغير عينيه سودة وبيبتسم. الطفل قاله: أنا مش أنت، أنا اللي جواك. وفجأة الزنزانة اختفت، وكل الحيطان اتمسحت وبقت مرايات، كل مراية فيها وش مالك مشوه ومليان دم. صوته بقى رخيم شيطاني: خلاص اتفتحت بوابة الجحيم. المرايات اللي حوالين مالك بدأت تتكسر واحدة ورا التانية، وكل كسر بيطلع منه دخان اسود. الدخان ده بيتجمع وبيكون كيان عملاق، جسمه شبه الإنسان بس وشه مش موجود، بس في عين حمرة بتتحرك في جسمه كله. الكيان بيقول: كنت مستنيك يا ابن اللعنة، خليني أخرج. مالك واقف ثابت، بس صباعه بيقرب من ختم محطوط على الأرض. أول ما لمسه السجن كله اهتز، الأرض فتحت والكيان زحف بره. الجدران بدأت تسيل دم، والطفل اللي كان في الزنزانة بقى عظام بتضحك. ومالك ضحك ضحكة شيطان حقيقي. بس من الواضح إن لما مالك مسك الختم اللي على الأرض، الختم كان بداخله تعويذة حولت مالك 1,000,000 درجة، والتعويذة دي بردت نار مالك خلته يتعاطف مع الملكة. مالك بيجري جوه ممر ديت، الحيطان بقت بتقرب عليه كأنها هتسحمه. ورا ظهره أصوات زحف وجنازير بتجر وكيانات بتصرخ: تعالى ارجع، دمك لينا. النور بيطفي واحدة واحدة، وملوش غير شعلة صغيرة ماسكها. أول ما لف في زاوية ظهر له وش واحد من كيانات الظل، وشه مخروم وبيطلع بخار اسود من جواه. مالك ضربه بس ايده عدت منه كأنه دخان. صرخ مالك: انتوا عايزين ايه؟ الصوت جه من كل حتة: عاوزك معانا، انت ابننا، اوعى تقف ضدنا. مالك طلع من الممرات المظلمة ووقف وسط قصره المدمر، عينيه مليانة حزم وعزم. عارف إن اللعنة مش بس عليه، دي على أمه وعلى المملكة كلها. راح للقاعة الكبرى وجمع قادة المملكة وقال لهم: الوقت جه، لازم نتحد ونقف ضد الشياطين دي. ابن الشيطان مش هيكون وريث العرش. احنا هنبني جيش مش بس بالسيوف لكن بالإيمان والقوة. القادة استغربوا، بس لما شافوا العزم في عينيه قرروا يساندوه. مالك بدأ يخطط لتحضير جيش ضخم لمحاربة الظلام. مالك وقف في قاعة القصر القديمة، جمع قادة المملكة وقال لهم بصوت حازم: الظلام قرب يبتلعنا، بس احنا مش هنستسلم. لازم نجهز جيش مش بس بالسلاح لكن بالإرادة والقوة اللي جوه قلوبنا. القادة بصوله بدهشة، بس قوة عزمه خلتهم يتجمعوا حواليه. مالك بدأ يحط خطة لمواجهة الشياطين واللعنة، والقلعة القديمة حوالينهم كانت بتتنفس بالعزم. مالك بدأ يلف على القرى والبلدات المحيطة بالقصر. الناس كانوا خايفين من اللعنة والشياطين، بس كلامه عن الأمل والقتال ضد الظلام خلاهم يتجمعوا حواليه. جمع المحاربين الشجعان والبدو واللي بيؤمنوا بالقوة دي، كل واحد بيحكي قصته عن شبح أو كيان غريب شافه. مالك قال:
النهاردة بنبدأ حرب ما حصلتش قبل كده، مش بس عشان نحمي بلدنا، لكن عشان نرجع النور لأرضنا. الأمل بدأ يلمع وسط الظلام. مالك وقف وسط المحاربين اللي جمعهم، وبدأ يدربهم على القتال ضد الشياطين، يعلمهم إزاي يحموا نفسهم بالسيوف والأسلحة القديمة، ويقول لهم: مش بس لازم نكون شجعان، لازم نفهم قعدنا. الشياطين دول مش بشر، لازم نستعد لهم بكل قوتنا. المحاربين كانوا متوترين، بس عزيمة مالك خلتهم يبقوا أقوى. التدريب كان في ساحة القصر المهجور، والظلال حوالينهم بتتحرك كأنها عيون بتراقب. فجأة وسط تدريب الجيش في الساحة المهجورة ظهر ظل غريب من بين الأعمدة. مالك وقف بحذر، المحاربين وقفوا وعيونهم مليانة خوف، لكن مالك صرخ: استعدوا، ده مش وقت الخوف. ظل الشر بدأ يخرج من الضلمة، وأول مواجهة حقيقية مع قوى الظلام بدأت. صرخات، سيوف بتتقاطع، والليل كله اتملى بالرعب والقتال. كانت معركة بتقرر مصير المملكة. وسط المعركة الأرض بدأت تهتز، والهوا بقى تقيل كأنه بيسحب النفس. واحد من المحاربين صرخ: في حاجة خارجة من تحت الأرض. وفجأة اتشقق الأرض، وطلع كائن ضخم، جسمه كله نار وسواد، ووشه مش باين، بس صوته كان زي صراخ 1000 روح. مالك وقف في النص، عبايته بتترفرف من قوة الريح، وشه فيه خوف بس عينيه ثابتة. المحاربين اتجمدوا، السيوف وقعت من ايديهم، وصرخات بتتعالى حوالين مالك. كان لازم يواجه الرعب ده لوحده، وكان الرعب لسه بيبدأ. الكائن الضخم قرب، ونفسه كان بيحرق الهوا. مالك مسك سيفه، بس السيف داب أول ما لمسه نار الكائن. لحظة صمت، وبعدين حاجة غريبة حصلت. صدر مالك نور بنور أزرق باهت، مش نور شيطاني، نور دافي قديم. فجأة الشيطان صرخ بصوت عالي: وريث الدم النقي. المحاربين بصوا بذهول، ومالك رفع ايده، والنور انفجر زي موجة، وقع الكائن على الأرض. بس ما كانش مات، كان بيضحك. قوتك دي هتوقظ الأسوأ. اللحظة اللي مالك افتكر فيها انه أنقذهم كانت بداية الكارثة الأكبر. بعد المعركة مالك فضل واقف وساكت. كان سامع صوت، مش في ودنه، في دماغه. صوت بيقول: مالك، قوتك مننا، افتح البوابة. المحاربين كانوا بيحاولوا يفهموا اللي بيحصل، بس مالك بدأ يمشي لوحده ناحية تمثال حجري قديم في آخر الممر. الأرض تحت رجليه كانت بتتهز، والحيطان بتتنفس كأنها كائن حي. التمثال اتشق من نص، وفتحة سودة ظهرت ورا التمثال. الريح اللي طلعت منها كانت بتبكي، والكل اتجمد مكانه. مالك قال: أنا لازم أعرف إيه اللي مستنيني جوه. مالك دخل من البوابة السودة، وكل حاجة وراه اختفت، حتى الصوت. لقى نفسه في قاعة حجرية ضخمة، السقف عالي جدا ومش باين نهايته، وفي النص دايرة نار سودة بتلف حواليها رموز شيطانية. من وسط النار طلع كيان ضخم، جسمه كله ضبا وظل، وعينيه حمرة بتولع. قال له بصوت رخيم: مالك ابني، أنت مفتاح النهاية. مالك اتجمد مكانه وقال له: أنا مش ابنك، أنا جاي أنهي كل ده. الكيان ضحك بصوت خنق الهوى وقال: طب حاول لو تقدر. والنار بدأت تلف حوالين مالك بسرعة. الكيان بدأ يمد دراعه المصنوع من الضباب ناحية مالك، والنار اللي حواليه اشتعلت أكتر. مالك سحب سيفه الأسود اللي كان مخفي تحت عبايته ورفعه للسما. قال بصوت عالي: أنا مش لعبة في إيدك، أنا جاي أنقذ أمي والمملكة.
الكيان صرخ والصوت خبط في الجدران كأنه 1000 صوت بيتكلموا في نفس الوقت. ظهرت دوامة من الطاقة السوداء وبدأت تسحب مالك، بس هو ثبت رجليه على الأرض. السيف بتاعه بدأ ينور بنور أزرق خارق، والرموز الشيطانية على الأرض بدأت تتهز. المواجهة بدأت والشر اتحفز. فجأة صوت خفيف زي همس ريح بارد انتشر في القاعة. ضوء أبيض نازل من السقف، وظهرت روح الملكة أم مالك لابسة فستان طويل أبيض بسيط، وشعرها الأسود الطويل متدفق، وشكلها هادي لكن مليان قوة. مالك قال بصوت هادي: مالك، إيدي معاك، إحنا مع بعض ضد الشر ده. الكيان ضاق ذرع، النار ابتدت تقل، والروح مدت إيدها ناحية مالك. مالك حس بطاقة غير طبيعية بتدخل جسمه، وسيفه بدأ يلمع بألوان جديدة. الكيان وقف محتار، والقتال قرب ياخد منعطف جديد مرعب. روح الملكة مدت إيديها لمالك، والطاقة البيضة دخلت فيه بقوة رهيبة. سيف مالك بقى يلمع بألوان متغيرة بين الأزرق والأبيض، والنار السوداء حوالين الكيان بدأت تضعف. مالك جري بسرعة مش طبيعية صوب الكيان، وبدأ يضرب بالسيف موجات من الضوء القوية. الكيان حاول يصد الضربات، لكن الطاقة المتجددة في مالك خلت له هجمات ما كانش متوقعها. الأرض اهتزت، والممرات تحت الأرض بدأت تنهار، والرعب زاد، والكيان بدأ يصرخ بصوت مرعب. مالك ابتسم وقال: دي بداية النهاية ليك. في لحظة حرجة فجأة ظهر جنود مملكة مالك من ظلال الممرات، لابسين دروع معدنية سودة وبيمسكوا أسلحة لماعة، وعيونهم مليانة حزم. مالك وقف ثابت وسط المعركة، نظر لهم وقال: دي معركتنا، وإحنا لازم نوقف الشر مع بعض. الكيان اتغاظ وضرب نار سودة فجأة، بس الجيوش اتصدت بالنيران البيضة اللي جاية من مالك وروح الملكة. المعركة اتشدت أكتر، الأرض اتكسرت، والأنوار بتتلعب بين الضوء والظلام، والرعب خيم على المكان كله. الكل عارف إن المعركة دي هتحدد مصير المملكة والشر اللعين اللي فيها. في وسط الدخان والأنقاض مالك وقف قدام الكيان وبص في عينيه وقال: أنا مش هسيب الشر يعمي قلوبنا ويخرب حياتنا. روح الملكة لسه واقفة جنبه بتديله طاقة غير طبيعية، والجنود بيشدوا من أزره. الكيان حاول يهاجم بقوة أخيرة، لكن مالك استخدم السيف اللي مليان طاقة بيضة وضرب الكيان ضربة نهائية. النور غطى المكان كله، والكيان بقى رماد، واللعنة اتكسرت. المملكة رجعت للسلام، والناس ابتدت تفرح وتتجمع حوالين مالك البطل الحقيقي. بعد ما الكيان اتدمر والدخان اختفى، مالك وقع على ركبه تعبان ومجروح، بس عينه فيها نور النصر. روح أمه الملكة قربت منه ولمست جبينه وقالت له: أنا فخورة بيك يا مالك، رجعت النور للمملكة. وفجأة نور ساطع لف القصر كله، واللعنة اتمسحت من الجدران، والناس نزلوا من بيوتهم يعيطوا من الفرحة. مالك قام بص للناس وقال: الشر مكانه جوه الخوف، بس احنا خلاص عرفنا طريق النور. الناس هتفت باسمه، وبدأ عهد جديد بقيادة مالك، مش بس وريث العرش لكن منقذ الأرواح. وكده انتهت قصتنا. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. كان معاكم أحمد خلف.